السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على معلومة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي النطق الصحيح للتسيها. عايز تنطق التسيها بطريقة صحيحة؟ كمل معايا الفيديو للآخر. قبل أي حاجة لازم نعرف إن التسيها ليها 4 حالات في قواعد النطق. أول حالة إنها تتنطق خ، وده إمتى؟ لما يجي قبلها 3 حروف متحركة، مش كل الحروف المتحركة. أ، أو، أو. تمام كده، لما يجي قبلها ال3 حروف دمت خلاص ابدا انطقها خ. زي تاني حاله اللي تسيها لو جه قبلها اس تنطق شين، يعني الاس تسيها على بعضها تنطق شين. تمام، زي شيفستا. شيفستا اللي هي اخت. تمام. طيب، تالت حاله اللي تسيها لو جه وراها اس تنطق قائس. اللي تسيها لو جه وراها اس تنطق قائس، زي زكس. زكس اللي هو رقم 6. تمام كده، خلاص يبقى اللي تسيها لو جه وراها اس تنطق قائس. خلاص تمام كده. ولو الاس قبل اللي تسيها تنطق شين، ما تنسوش فرقوا ما بينهم. طيب، اخر حاجه ان اللي تسيها لو ما جاتش في ال3 حالات، يعني ما جاتش زي ال3 حالات اللي احنا قلنا عليهم، نبدا ان احنا ننطقها زي ما بننطق الضمير الشخصي اللي هو انا. اش. اش. او اداه النفي نشت. نشت. طب ايه اللي انا بعمله؟ اللي انا بعمله ان لسانك بيخبط في الفك السفلي لايه، لسنانك. بتلاقي لسانك لمس الفك السفلي من تحت. طيب، عشان اتدرب عليها هات قلم زي اللي انا ماسكه ده وحطه ما بين سنانك كده، وابدا ان انت خلي لسانك ينزل من تحت القلم، يعني خلي لسانك ينزل من تحت القلم وانت بتنطق الكلمه. قول اش. هتلاقي بص لساني بينزل تحت. اش. تمام كده. اش. اتدربوا عليها كويس جدا لانها مهمه جدا جدا وبنستخدمها كتير، بالنسبه طبعا لان الضمير الشخصي ده انا بتبدا تستخدمه في كلامك كتير جدا. اتدرب عليها في البيت وان شاء الله تطلع معاك صحيحه جدا جدا. لو في اي حد عنده استفسار اكتبوا لي في الكومنتات او ابعتوا لي على رسائل على صفحه الفيسبوك، هتلاقيها في الوصف، او ايميل الجيميل. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.